الو. يلا يا عم تعالى بقى، ما تبقاش عالب كده. اهدى يا معلم كده وروق. ريح انت كمان. احلفه بالكوبايه ده في خلقته ولا اعمل ايه؟ وانت التاني هتخف ونيجي نلعب الحجز ده ولا نظامك ايه؟ بطل بقى يالا. بس بقى يا عم يا باين عليها سحب. ده هبت منك على الاخر. ما هو انت يا تسكت وتسمعني يا اما اقوم اسهملك ضرب الوقت اهو. لا مؤاخذة يا اخو، انا سامعك اهو. لسانك الزفر ده تنضفه بدل ما اقطعهولك. ما هو اللي عصبني وصراحة بقى يستاهل ان اشتمه. مفيش حاجه تستاهل انك تشيل ذنوب مش قدها، فخليك حلو كده واخلاقك كويسه. عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق، وان الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. ايه الفاحش البذيء دي؟ ده وصف اللي انت عايش عليه. الشتيمه ببقك زي اللي بانا. انت مستوعب ان ربنا يبغضك؟ انا بلاقي نفسي ارتحت كده لما بشتم، وانا اصلا بتعصب بسرعة، فكل ما اتعصب بشتم لغاية ما بقيت اسهل حاجة على لساني. وبعدين يعني انت هتفضل على كده؟ اكيد لا طبعا، انا عايز انضف ومعدتش عايز اشتم لان عارف انها حاجة وحشة. وداخلين على شهر رمضان. ما تيجي اشور عليك حاجه تعملها تخليك تبطل شتام خالص، وكمان بدل ما كنت بتشيل ذنوب تاخد مكانها حسنات. الحقني بيها بسرعة. شهر رمضان على الابواب، الاعمال فيه اجرها او ذنبها بيتضاعف اضعاف. فاحنا ممكن نبدا من رمضان نغير نفسنا من الشتايم لذكر ربنا. وصدقني بعد رمضان ما يخلص هتلاقيك ارتحت نفسيا وما عادش هيبقى لك خلق انك تشتم او يخطر على بالك لفظ وحش اصلا. يا ريت والله. ما هو خلاص لسانك اتعود انه يذكر اسم الله ورسوله، فاوتوماتيك كده عقلك مش هيحضر لك غيرهم ايا كان بقى، وقت عصبيه او غيره. وبدل ما كنت بتتعصب تشتم، لا هتستغفر ربنا. استغفر الله العظيم، ليه مفعول سحر في الحوار ده وفي حياتك عموما. اما اصلا عايز اخرج من شهر رمضان نضيف من كله، هو مش على قد اللي انت بتسمعه مني وبس، ده في بلاوي تانية بس ربك بيستر. ما هو ده بسبب ان لسانك مش نضيف، فقلبك بقى فاسد يا صاحبي. للأسف دي بتبقى أسهل سكة للشيطان إنه يملى راسك بوساخته ويخليك تتمادى في فعل الذنوب والمعاصي بجميع أنواعها وأشكالها، وإنت من البداية مستسهل الشتايم، فتدريجيا بقى كل المعاصي هتبقى سهلة. دي حقيقة والله يا معلم، أنا زمان ما كنتش بشتم خالص وكنت بخاف أعمل أي حاجة تغضب ربنا. الوقت ما بقتش قادر أقاوم شيطاني واللي بيعرضوا عليا. حلو إنك معترف. نيجي لوقت الحلول. ازاي نقضي على الحوار ده ونبعد الشيطان عن سكتنا بقدر المستطاع، وتبقى قدرتك وقوتك اكبر منه 1000 مرة بالظبط كده. هو ده اللي انا عايزه. بص يا صاحبي، الصلاة اهم حاجة، انك تحافظ على صلاتك، ما تفوتش ولا فرض، وبشرط انها تكون في ميعادها. وكمان حافظ على ورد قرآني يوميا حتى لو صفحة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني لما تقرأ القرآن وتصلي في وقت الصلاة وتقول أذكار ما بعد الصلاة، ده هيفرق معاك قوي. أنا بعيد عن الصلاة فعلا، اعتبر إن من دلوقتي مش هفوت ولا فرض. في حاجة تانية، هي انك تعمل لنفسك جدول يومي بالاذكار، وده جدول اذكار وزعه على مدار يومك، كل ذكر تقوله 100 مرة على الاقل، هتلاقي يومك مليان بركة ونفسيتك اريح بكتير. الصلاة على النبي ليها دور سحري في حياتك عموما. كل ما تحب تعمل حاجة وشايفها صعبة، تنوي نية خير انك عايزها بما يرضي الله وتصلي على النبي. الاذكار وماله، هرتبها من ساعة ما اصحى لغاية ما انام، وهسلي نفسي بيها في الشغل او وانا بذاكر وحتى وانا في المواصلات. يعني بدل ما كنت بسمع اغاني عشان زهقان، انا لقيت البديل اهو. بس انت ما قلتليش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة او قد ايه؟ ملهاش عدد، على قد ما تقدر، بس كل ما تكتر منها في خير وبركة. قشطة. يبقى كده الصلاة والاذكار والصلاة على النبي. في حاجة اهم بقى، ايه هي؟ الذنوب اللي انا عملتها طول حياتي دي اكفرها وامسحها بايه واتاكد ان مرجعلهاش تاني ابدا. ازاي؟ هما 3 خطوات مهمين ومكملين لبعض. 1. اعقد النية، تبقى من جواك عايز تعمل الخير وبس، لان نيتك هي اساس العمل. ان كانت صالحة اعمالك هتبقى صالحة، ولو نيتك مش كويسة اعمالك هتكون سيئة للاسف. رقم 1 النية. رقم 2 تكفير الذنوب، التوبة. يعني اهم شروط التوبة هي الندم على اي حاجة وحشة عملتها، وتعمل سور خرسانة بينك وبينها، وكل ما تحس ان السور ده هيتهد ابنيه بزيادة اعمال صالحة وعزم اكبر على الطريق الصح. في حاجة لسه عارفها قريب ومش خسارة فيك، قدر ربنا في كل صلاة انه يكرهك في الذنب اللي انت عايز تتخلص منه. قادر على كل ده بمشيئة ربنا طبعا. خش عليا برقم 3:
تالت حاجة وهي الأهم، إنك تبدأ صح وأنت عندك يقين إنك قادر على الصح ده ومعدتش ترجع خطوة لورا تاني أبدا. حط لها أساسيات طيب عشان ما تخلفش عنها، حتى لو خرجت بره الإطار في يوم من الأيام ارجع عليه أساس امشي عليه. الأساس هو الصلاة عماد الدين. وخلي بالك ان الناس كلها بتصلي وفيهم ناس برضو مش كويسة 100%، فعشان كده المصلين متقسمين ل7 درجات، اسعى انك تكون في اعلى درجة فيهم. وايه هما ال7 درجات؟ لو حابب تعرفهم اسيبهم لك تحت في الكومنتس عشان مدة الفيديو. تمام كده يا اخويا؟ تمام قوي. انت عملت كل اللي عليك وعرفتني كل حاجة، من ازاي اتوب لازاي امشي صح. الدور والباقي عليا انا بقى، هاخدها تحدي باذن الله، وانا واثق انك هتكسبه باذن الله، وده طبعا باراده ربنا ثم عزيمتك على التوبه. وعلى فكره مش انا اللي هخليك تتوب، انا مجرد السبب وعليا بلاغك يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. لما الفيديو ده متعوب عليه قوي وانت تعبت قوي عما قلت لي وفهمتني، الناس دي هتتفرج وخلاص على كده؟ الناس دي اخواتي وما بيأثروش معايا، يعني لايك وشير وكومنت، ولو هم على اليوتيوب هيشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل فيديو يوصل لهم. وبس كده، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.